الاهلي بيوقع عقوبه ماليه على تريزيجيه بعد موضوع ضربه الجزاء اللي شاطها في ماتش انتر ميامي، وهو مش المفروض اللي كان يسددها. زي ما قلنا الفيديو اللي فات، انه لو كان فعلا كان تريزيجيه مش هو اللي المفروض يشوط بعد الخناقه والمنظر اللي مش لطيف ما بين اللعيبه دي على مين يشوط ضربه الجزاء، فكان المفروض تريزيجيه يتعاقب. وفعلا كان في مقترح اصلا جديد للائحه العقوبات في النادي، انه ما تبقاش خصم مالي على قد ما هي تبقى خصم نسبه من فلوس، تبقى الموضوع نسبه مش مبلغ مالي معين. وكان المفروض ان يتطبق الكلام ده بعد بطوله كاس العالم، ولكن اتطبقت بشكل استثنائي على تريزيجيه في الموضوع ده، واتغرم حوالي اكتر من مليون جنيه. وتريزيجيه تقبل العقوبه واعتذر. كابتن عماد النحاس كان قال الترتيب بتاع اللي بيشوط ضربات الجزاء: رقم 1 وسام، وبعده تريزيجيه وزيزو وامام وقفشه، هم دول الخمسه اللي المفروض يسددوا. وبما ان وسام كان موجود في الملعب فكان المفروض وسام هو اللي يشوطها مش تريزيجيه، بس خلاص تريزيجيه تقبل العقوبه واعتذر والموضوع عدى ومفيش اي حاجه.